السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه لاميا الاكل التركي. اول وصفه راح نبدا بها هي اشهر كعك في تركيا، هو كعك السميد. كعك بزاف بنين ويستحق التجربه. شوفوا المقادير. بسم الله. عندنا كاستين زيت، كاسلتين حليب، كاس ماء لازم يكونوا دافيين، 2 مغارف كبار سكر، مغرف تاع قهوه ملح، عندنا مغرف كبيره خميره الخبز، عندنا جلجلان محمص، عندنا دبس العنب بعد شويه نهضروا عليه نحكوا عليه شويه، وعندنا فرينه. نبداو بسم الله. حطوا الماء، حليب، حطوا الزيت، نزيدوا خميره، هيك بس مغرف كبيره هكذا هكذا. شو نزيدو تاني؟ نزيدو السكر، هكذا نحطوهم مع بعض. نزيدو الملح مغرف كبيره، نبداو نزيدو في الفرينه. هكذا نحط انا هنايا، ناخد راحتي احسن. شوفوا دوك خمرت العجينه بعد ما فاتت نص ساعه. واش نديرو؟ نحوها هكذا، نبدا نقسموها كرات هكذا كيما حبه تاع الدارين هكذا هكذا. يعني نتوما شحال كيفاش تحبوا الحجم تاع الكعك، تحبوه كبير تحبوه صغير. تبعوا معايا دوك تشوفوا كيفاش نفتحوا العجين باش نخدموا الكعك هكذا. هكذا رقوه من الاطراف خاطر راح نعاودو نلاقيوهم هادو. هكذا تبعوا معايا، عملوا هكذا تلفوها ومن بعد تلاقوهم لهنا هكذا. هكذا بعد ما كملنا لف الكعك دوكا واش نديرو؟ عندنا 3 مغارف دبس العنب هكذا. ممكن ماشي متوفر هذا دبس العنب في الجزائر، ممكن تعوضوه بدبس التمر. وهذا واش الفايده تاعو في الكعك، انه راح يعطيه حلاوه للسميد. خلطوه مع شويه ماء تقريبا 3 مغارف تاني هكذا. وهذا الدبس فيه فايده كبيره كبيره للجسم، يعني ولو تعرفوها ما راح تستغناو عليه. يعني طريقته سهله، يجي وقت العلم تقدروا تخدموا في البيت. هكذا واش نديرو؟ تبعوا معايا.
نقصوا حبه تاع الكعك هنايا، من بعد نغمدوها في الجلجلان هكذا هكذا. نعملو واحده اخرى. والله هذا دبس العنب فيه فوائد بزاف بزاف كبيره، يعني واش نعد لكم، يعني منها يمد لي نرجي، هذه وحده. مليح تاني اللي عندهم الحجر الكلاوي يذوبهم، اللي عندهم لانيمي تاني يمد كوريات الحمراء. واش تاني اللي عندهم امساك، مليح اللي عندهم ضغط الدم، يعني بزاف مليح فيه فايده. وطريقته سهله ماشي بزاف واعره. واش ديروا، تجي وقت العنب عصروه بيديكم، نقوه شلوه مليح في الماء، عصروه بيديكم حتى يخرج الماء كامل تاع العنب، صفوه في شاش. بعد هذاك الماء اللي يخرج من العنب هذاك ديروه حطوه في قدره، حطوه فوق النار على نار هاديه، وتبقاو دائما على مره تحركوه باش ما ينزلش الماء تاعو، حتى يبقى يقول لكم على شكل يولي كيما العسل. هذه هي. انا نكمل هادو ونعاود نولي لكم ان شاء الله. هاوليك شوفوا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا، الله يبارك ما شاء الله كيما القطن. نفتح حبه قدامكم تشوفوها. هكذا يعني، وان شاء الله تجربوا ويعجبكم، يعني انا متاكده بلي راح يعجبكم. والاتراك مشهورين لازم يشربوا لازم ياكلوا هذا السميت، لازم يشربوا قدامه الشاي الاحمر تاعهم هكذا. يعني اذا حبيتوا الوصفه تحت الشاي كيفاش الطريقه يعملوها خلوا لي تعليق هكذا. هكذا Hayatım bitirdin mi? هذا bitirdim. Tamam, bir tadına bakayım. Aha. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. عافية olsun. Teşekkür ederim aşkım. إذا عجبكم الفيديو عملوا لي لايك، عملوا لي اشتراك، ونتلاقاو في فيديو جديد لاحق إن شاء الله. يلا مع السلامة.